السلام عليكم احبائي المتتبعين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم مره اخرى. نهار جديد، فيديو جديد، معلومه قانونيه جديده. فكنطلب منكم انكم تحاولوا تشوفوا الفيديو من البدايه الى النهايه باش تكون استفاده اكثر. هذا هو اعتراف بالدين، بمعنى انه فاش شي واحد كيبغي يسلف لشي واحد المبلغ مالي، اشنو خاصنا نديرو في هذه الحاله؟ وإلا ما بغاش يدي لنا هذا المبلغ اللي تسلف، اشنو ممكن نديرو؟ وشنو هي الاجراءات القانونيه اللي ممكن نتبعوها في حاله على انه امتنع باش يدي الفلوس اللي تسلف؟ اول حاجه اللي غادي نقول لكم في هذا الموضوع هذا، حنا كذلك غادي نمشي وفق للشريعه الاسلاميه، وبطبيعه الحال حنا كنتكلموا من ناحيه قانونيه. الشريعه الاسلاميه واضحه في هذا الامر هذا، وفي القران الكريم واضح في هذا الامر هذا، من خلال الآية الكريمة اللي كتقول: وإذا تداينتم بدين فاكتبوه. هنا يعني القرآن الكريم ما حدد ليناش الناس اللي ممكن نتكاتبوا معاهم، أو لا يعني أعطى الحق الواحد نتكاتبوا معاه وواحد ما نتكاتبوش معاه. لا، جات الآية عامة وشاملة، أي دين خرج من الجيب ديالك لازم تكون هناك كتابة ويكون التوثيق ثم التوثيق، باش نكونوا غاديين منظمين وما نكونوش ناس كنتمتعوا بواحد العشوائيه. فانطلاقا من الناحيه القانونيه واستنادا الى الشريعه الاسلاميه كذلك، فيما يتعلق بالدين، هنا احد الطرف كيتسمى دائن اللي هو اللي عطى الفلوس، والطرف الثاني كيتسمى مدين. اذا هنا جا هذا المدين باش يتسلف من عند الدائن واحد الفلوس. اول حاجه خاصو انكم تمشيو تكتبوا واحد الاعتراف بالدين. هذا الاعتراف بالدين كنكتبوه عند كاتب عموم. من بين الاشياء اللي لازم تكون في هذا الاعتراف بالدين اللي كيلتزم على راسو المدين، يعني السيد اللي خدا الفلوس، كيلتزم على انه يعني بالذمه ديالو واحد المبلغ مالي. كنحاولوا نكتبوه بالارقام ثم بالحروف، وكتحاولوا انكم تكون الهويه ديال هذا السيد اللي تسلف الفلوس تكون هويته كامله، وتاكدوا من البطاقه الوطنيه ديالو، وتاكدوا من العنوان ديالو، باش حتى الا ما بغاش يخلص ومشيتوا ديروا اجراءات قانونيه فغادي يكون العنوان ديالو معروف، وغادي يمكن يكون تبليغ صحيح، وما يكونش العنوان ديالو مجهول وما تعرفوش هو واش هذاك هو العنوان ديالو او لا. فحاولوا تركزوا على العنوان ديالو، على رقم البطاقه الوطنيه ديالو، الاسم الكامل ديالو. مساله اخرى هو انكم يعني داك المدين كياخذ داك الاعتراف بالدين وكيمشي كيدير له المصادقه في اي ملحقه اداريه، يعني كيدير الكاليزاسيون ديال هاد الورقه، وكتعطى هاد الورقه الاصليه كتعطى للسيد اللي سلف الفلوس ديالو. اما الاخر اللي هو المدين ما كتعنيهش هاد الورقه، لانه هو التزم على راسو على انه بالذمه ديال واحد المبلغ مالي، اذا كيعطيها للاخر اللي سلف فلوسه، ولانه هو اللي ممكن يستدل بها في حاله الا ما بغاش هاد السيد هذا يأدي هاد الفلوس، هو ممكن تبقى عنده نسخه فقط. كذلك لازم انكم ديروا الوقت المحدد، يعني فيما بيناتكم. يعني كتقول له: انا خديت منك دابا الفلوس، عطيتيني الفلوس دابا، ان شاء الله غادي نردها لك من دابا سنه. يعني كتكتبوا ديك التاريخ، باش ملي كيجي داك التاريخ لازم يرد له المبلغ ديالو. فإلا داز ديك التاريخ وما ردلوش المبلغ، داك يمكن له يدير اجراءات قانونيه باش يمكن له ياخذ الفلوس ديالو اللي سلفو. لكن الاشكال اللي كيتطرح والمحاكم عامره بهذه المشاكل، لان صراحه الناس كتعامل بسذاجه بالنسبه للناس اللي كيسلفوا الفلوس ديالهم، وكيظنوا على انهم في المثاليه، وعلى ان الكلمه هي كل شيء. ولكن القانون لا يعترف بواحد عنده الكلمه ولا ما عندوش الكلمه، كيعترف بما هو يعني قانوني وبالوثائق والتوثيق. أما أي شيء آخر من ضمنها الثقة الزايدة، أو لا يعني هذا كنعرفه بلاش، هذا كيجيني بلاش بلا ما ندير معاه التوثيق، فهاد الشيء كله كيتعتبر من باب السذاجة. إلا ما بغاش هاد السيد يخلص اللي هو المدين، أو لا يؤدي ما بذمته للدائن، شنو الإجراءات اللي ممكن نديرو؟ كاينين جوج الحالات. كاين الحالة اللي الانسان تيكون محدد فيها
اولا هاد الاشخاص تيكونوا محددين فيها التاريخ اللي غادي يرجع له الفلوس ديالو. هذه كتكون يعني نوعا ما سهله شويه من ناحيه الاجراءات. وكاين الحاله الناس اللي كيغفلوا على انهم يحددوا التاريخ، كيقول غير انه بذمتي دين قدا وقدا وما كيحددش التاريخ يمتى غادي يرجعوا. اذا كيبقى داك التاريخ مفتوح، ما معروفش يمتى غادي يحددوا. اذا في كلا الحالتين اشنو غادي نديروا؟ ففي الحاله اللي ما تيكونش فيها وقت محدد باش يرد هذا الدين هذا، هنا كيمكن له باش يطالب بالدين ديالو امام المحاكم. وبطبيعه الحال فاش الاخر كيرفض على انه ما يعطيهش فلوسه، كاين الاخر الدائن ضروري كيلتجئ للمحكمه. ولكن في هذه الحاله هو ما محددش التاريخ ديال الدين باش نسميوه راه ما بغاش يرد لينا هاد الفلوس هذه. فاول حاجه كيدير هاد الدائن هي انه كيبلغ لذاك السيد المدين اللي عنده فلوسه، كيبلغه بانذار، كيقول ليه بانه بغى الفلوس ديالو، وكيحدد هو الدائن هاد الوقت هذا. تيقول له مثلا كيعطيه واحد 15 يوم اضعف الايمان، ثم ولا كيعطيه شهر ولا شهرين ولا داكشي اللي بغى هو يعطيه له كيعطيه له. هاد الانذار هذا كيكون يا اما بواسطه المفوض القضائي او لا كيكون بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل. وهذا الانذار ضروري باش تقدر طالب بالدين ديالك امام المحكمه، لان الوثيقه ديال الاعتراف بالدين ما فيهاش واحد التاريخ معين. ما بالنسبه للحاله اللي تيكون فيها الوقت محدد، فهنا فاش كيتسالى داك الوقت وما ردش الفلوس وتفاوضتوا معاه وما بغاش يرد الفلوس انذاك، او لا في كلا الحالتين، في الحاله اللي فيها التاريخ محدد وفي الحاله اللي فيها التاريخ غير محدد، ودرتو هذا الانذار وداز الوقت ديال ديك الانذار اللي هو 15 يوم او لا حسب نتوما الوقت اللي حددته في داك الانذار هذاك، انذاك كيمكن ليك ترفع دعوى امام القضاء الاستعجالي باش تاخذ الفلوس ديالك. طبعا فاش كتلتجئ للمحكمه من اجل يعني الامر بالاداء، بطبيعه الحال تيتم الحكم عليه بانه يؤدي داك المبلغ اللي في الذمه ديالو. هنا كيتطرح واحد المشكل اخر، هو ان هاد السيد ما عندوش باش يخلص. كيبقاو بزاف ديال الناس كيتسائلوا تيظنوا على انه يعني الا ما عندوش باش يخلص غادي يمشي للحبس. لكن قبل ما نجاوبكم على هذا السؤال هذا، غادي نقول لكم على انه لما عندوش باش يخلص كندوزو للحجز ديال الممتلكات ديالو، يعني سواء منقول سواء عقار سواء اثاث سواء اي حاجه في الممتلكات ديالو كيتم الحجز عليها. القاعده العامه تقول على ان جميع ممتلكات المدين هي ضمان لاداء ديونه. نقولوا هنايا الممتلكات، راه دراجه هوائيه كتحسب ممتلكات ديالو، سياره كتحسب ممتلكات، ثلاجه كتحسب ممتلكات، تلفاز كتحسب ممتلكات، اثاث في البيت كيتحسب ممتلكات. كيمكن يحجز له على داك الاثاث اللي في البيت ويمكن يبيعوه ويعطيوه الفلوس ديالو. وهنا ما كنقولوش يعني الدين لازم يكون كتير عاد نطالبوا به، ممكن الدين يكون 10,000 درهم، ممكن يكون 5,000 درهم، وممكن تطالب بالدين ديالك كيف ما بغى يكون نوع ديال الدين ديالك. فعندك الحق انك تطالب به، وعندك الحق انك ما تخليش بحال هاد الناس اللي ما تتكونش عندهم الكلمه، ما كتكونش عندهم الخوف من الله، يعني كيكونوا كياكلوا فلوس الناس بدون موجب حق. هاد الناس لازم انك توقفهم على حدهم واخا يكون المبلغ قليل، لان كنمشيو بما هو شرع الله. وكنعاود نكررها لكم، واذا تداينتم بدين فاكتبوه. ما حددناش هنا الله سبحانه وتعالى، ما حدد ليناش القيمه ديال الدين، ما حددناش واش اقارب ولا ماشي اقارب، ما حددناش يعني شنو النوع ديال هذا الدين. يعني اي دين كيف ما بغى يكون، قليل كثير لبس كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، هما انهم مثلا ملي كيجيو يسلفوا شي واحد تيظنوا على ان هاد الورقه راها مهمه بزاف، وعلى ان الا ما خلصش غادي يمشي للسجن. هي بطبيعه الحال انا فوقاش غنقول لكم مهمه، هي فاش كيكون عند هاد السيد عقارات اولا منقول.
كتكون عندك منين تشدو وعنده منين يمكن لك تبيع له ديك الشيء وتخلص الفلوس ديالك. ولكن انا كنقول لكم غير مهمه فاش ما كيكون عنده حتى شي حاجه، ما عندوش باش يخلص، ما عنده عقار، ما عنده منقول. هنا راه ما كيمشيش الحبس بقوه القانون، لان شحال من ناس تيديروا النصب بهذه الطريقه هذه. يعني تيكون هو تعرف على شي شخص وخدا يعني الثقه ديالو الكامله، الاخر كيكون ساذج وكيقول هذا الصديق ديالي وهذا من المعارف ديالي، وكيجي هو في شي حزه، ولكن انت ما عرفوش بانه هو الصرف ديالو كي داير، واش هذا السيد كياكل الحلال ولا كياكل الحرام، واش هذا السيد عنده الكلمه ولا ما عندوش الكلمه. فانت تقدر تحكم عليه من التصرفات ديالو معاك في واحد المده وجيزه اللي كيكون هو كيهيئ لهذا الامر هذا، انه هو كيفرش لها الارضيه على ان تبين لك الوجه المثالي، الوجه الحسن، وانت بالسذاجه ديالك او انت بالسذاجه ديالك ما كترفضلوش طالب. هنا كينصب بهذه الطريقه. علاش؟ تيكون هو ما عنده عقار اللي غتحجز له عليه، ما عنده منقول اللي غتحجز عليه، ما عنده اثاث اللي غتحجز عليه. اذا عارف راسو هو بخا يسلف منك ما عرف شنو، ما غاديش يمشي للحبس. وحنا كنظنوا على ان ديك الوثيقه الا ما لقاش باش يخلص غادي يمشي للحبس، فراه ما كيمشيش للحبس. لماذا؟ بكل بساطه ما غاديش يمشي للحبس لان المغرب موقع على واحد الاتفاقيه دوليه اللي كتقول ممنوع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص اللي بيناتهم عقود تعاقدية، بمعنى اللي بيناتهم واحد العقود عن طواعية واختيار. انت اعطيتيه ديك الفلوس ديالك عن طواعية واختيار، اذا هنا ما غاديش يمشي للسجن، وعمره ما غادي يمشي للسجن. هنا في هذه النقطة هذه فاش كنقول لكم العقد الاعتراف بالدين غير آمن في هذه الحالة. من وجهة نظري أنا هو أن الشخص اللي تيكون لا حول له ولا قوة ماديا، يعني ما عنده عقار، ما عنده منقول، ما عنده حتى شي حاجة ما تدي من عنده، فما تسلفوش. يعني فلوسك تبقى عندك لأنك انت الأولى بها، الأسرة ديالك أولى بها. ما يمكنش أي واحد وقف عليك غادي تسلفه باسم سلفني، يقول لك غا عطيني احسن. وحتى لو كنتي بغيتي تعطيه بهذا الاسم ديال سلفني، ولكن هي في الحقيقه اولا في الداخل راها هي عطيني وبلا ما تقول عليها، هو ان يكون عندك ويكون عاطك الله، وانك تعطيها وتقول تمشي ولا تجي ماشي مشكل، لان انت تكون هيئتي الدماغ ديالك على ان داك الفلوس غتقدر تمشي ولا تجي ماشي مشكل، الانسان يدير الخير. ولكن الا كنتي انت الاول محتاجها عائلتك، محتاجها الاسره ديالك، فانت اولى من انك تطيح في المشاكل القانونيه وتطيح في صراعات ونزاعات كيف كنقولوا على حقك وعلى رزقك. في الاخير غادي نقول لكم واحد المساله يمكن كيعرفوها منكم كثير. كيقولوها الناس ديال، كنا كنسمعوا امهاتنا وكنسمعوا الناس كيقولوها، تيقول لك واحد جاي يتسلف من عند واحد، قال له اها نسلفك ولكن عندي شرط. قال له شنو هو؟ قال له شوف، قال له سبني وخطي فيا وما تخليليش. قال له ما يمكنش، واش انت زعما غادي تسلفني وغتفكني؟ وانسان ما تيجي يسلف منك تكون عنده واحد الازمه، عنده يعني واحل في شي حاجه. ماشي عيب الا نفستي على اخوك المسلم واحد الكربه، ولكن لمن مع من كي يعني قال له ما يمكنش، قال له زعما نسبك وهذا وانت غادي تنفس عليا كربه من هذا الكرب ديال الدنيا. قال له لا، ضروري تسبني وتقول لي يعني السبان كاع اللي ما تخليليش نهائيا. قال له لا ما نقدرش هذا. قال له لا يسبني انا مسامح لك. الاخر بقى يسبو قال له دابا سبيتيني. قال له عرفتي علاش؟ قال له شتي نهار اللي غادي نقول لك عطيني فلوسي راه هكا غدير ليا. قال له اللهم سبني دابا باش نسمعها دابا. صافي عطاها له، يعني هذا عطاها له على اساس انه غادي يديها نيشان حسن ما يسمع. فهذه غير من بين بحال المستملحات وصافي.